بنفرح جدا بالنجاح وبنحتفل بيه، لكن قليلين جدا اللي بيعرفوا ازاي يديروا النجاح ده. النجاح مش هو القمة، النجاح هو أخطر منعطف في الطريق، لأن المشكلة في غرور الكفاءة ووهم الثبات. لما بننجح بنفترض إن الطريقة اللي نجحنا بيها هتفضل شغالة للأبد، وهنكررها وننجح بيها تاني وتالت وعاشر. بنبدأ نعتمد على الوصفة القديمة اللي وصلتنا للنجاح. بنوقف التعلم والتجربة، وبتكون النتيجة إننا بنقع في فخ النجاح اللي بيؤدي للفشل. لأن العالم بيتغير بسرعة، واللي كان صح امبارح ممكن يكون غلط النهاردة، وممكن يكون هو الهلاك لبكرة. التعامل مع النجاح هو مهارة إعادة التقييم المستمر، إنك تكون في قمة نجاحك بس بتتعامل كأنك لسه بتبدأ النهاردة. بتعتمد على الشك البناء، إنك تسأل نفسك دايما إيه اللي ممكن يهد النجاح ده، وإيه الخطوة الجاية اللي لسه محدش فكر فيها ومحتاج أركز عليها. النجاح الحقيقي هو اللي بيخليك متواضع أكتر ومتعطش أكتر للتعلم. ما بتكتفيش بالمعلومة الحالية اللي عندك، لأن النجاح مش محطة وصول. النجاح هو الوقود اللي بيخليك تكمل أسرع، بس لازم تعرف إزاي تتحكم في السرعة دي. بعد أي نجاح كبير يحصلك، اقعد مع نفسك أو مع فريقك، لكن مش عشان الاحتفال بس، لكن علشان تسأله 3 أسئلة: إيه اللي عملناه صح علشان نكرره؟ إيه اللي عملناه بالصدفة علشان ما نعتمدش عليه ونحلل كل حاجة فيه؟ إيه اللي كان ممكن يكون أحسن علشان نطوره؟ لو عايز تعرف ازاي تحافظ على قمة النجاح وتستمر في النمو والوصول، دبلومة مهارات الأعمال اللي بنقدمها في من الألف للياء بتعلمك ازاي تخلي النجاح بداية مش نهاية. اكتب دبلومة في التعليقات وهنبعتلك كل التفاصيل علشان تحجز مكانك وتبدأ معانا من اللحظة دي. ولو عندك أي سؤال اكتبه لنا في التعليقات وهنرد عليك.